الفتره دي كنت بقعد انا وديانج في الاوضه. يعني ديانج اول ما جانا خدته معايا الاوضه، قالوا لي في لعيب اسمه علي جاي وبتاع، ما كنتش بعرف علي وديانج دي خالص. قالوا لي في واحد اسمه علي من مالي وواد محترم جدا، كان امير توفيق قال لي وطيب جدا، فعايزين نحتويه وكده. قلت له خلاص. كان بقى رمضان مشي والمجموعه مشيت وكده وكنت انا بقعد مع تريزيجيه وبعدين فتحي فمشي ورمضان مشي وشريف وعبد الله قلت لهم خلاص اقعد انا علي ديانج نقعد مع بعض في الاوضه. فاليوم ده الواحد بيبقى حاسس ان هو هيتصاب بجد. انا ما عرفتش انام. وبعدين ديانج اول معسكر قعدنا فيه فلقيته ايه صحيني كابتن سعد ايه يا ديانج فيه؟ وبعدين مقرب مني كده فتخضيت في ايه يا ديانج؟ قال لي الساعه 5. قلت له طب ايه هنهرب ولا ايه؟ في ايه 5 الفجر؟ قلت له في ايه؟ قال لي الفجر الصلاه. فقلت له فانا هو بقى علي ومسلم وكده وملتزم في الصلاه وشخصيه جميله، يعني من الناس اللي انا اتبسطت ان انا زملتهم في الاخر. فصلينا قلت له كويس ان احنا قمنا صلينا الفجر لان قلبي مقبوض. فقال لي طب في حاجه؟ قلت له مش عارف والله يا ديانج. تكلموا ايه؟ انا بكلمه انجليزي. اه. فالمهم قال لي خلاص تمام. قلت له قلبي مقبوض بالانجليزي. ماشي. قلت له انا حاسس في حاجه مش مرتاح. حلو. فالمهم قال لي طب نصلي ركعتين كمان وكده. بجد. والله اليوم ده. فقلت له ماشي يلا صليت وقعدنا وكده. وبعدين قال لي طب خد شويه فستق. بيموت في الفستق مش عارف ليه يعني. الشنطه مليانه فستق. ولما جه مصر حب الفستق. حلو. ديانج ده لعيب كبير يعني كبير ما كنتش حابب ان هو يمشي. فجينا الماتش دخلت الاوضه وغيرت وكده. وبعدين قلت له وليد انا الماتش وما اعرفش حاسس ان انا النهارده مش مرتاح. وقال لي ما تقلقش هنجيب جون بدري. وحتى وليد جاب الجون وشاور لي وعمل لي كده هو فاكر ان انا الام الماتش. انا حاسس في حاجه غريبه. بس بعد 25 دقيقه كنا 1-0 جالي وتر اكيلز. يعني بستلم كوره عاديه خالص لقيت رجلي حسيت بايه كهرباء في رجلي. فبس اتمزق. قطع فتره اكيلز. يعني ورا ده بقى خلاص بقى رجلي عامله كده يعني. يا نهار ابيض. انكر رجلي عامل كده. ولبست بقى طلعت على المستشفى على طول. ووصلت على المستشفى يعني وخلاص. انا حسيت عاشور بيقلعني الجزمه. حسام عاشور كان لسه موجود كانش لسه المجموعه مشيت. انا اتلخبطت الم. لا حسيت عاشور بيقول لي معلش هتلاقي انكر رجلك اتلوح. قلت له عاشور سيب الجزمه عاشور هو وتر اكيد. انا طالع على المانيا.